في الوقت ده من السنة بحب أعمل معاكم وصفة النهاردة، بس المرة دي عملتها كب كيك بالقرع. خطيرة سهلة جدا وبسيطة ومتأكدة هتعجبكم لللانش بوكس وللفطار الصبح. ولو أول مرة بتشوفوني ما تنسوش تعملوا فولو وسبسكرايب للقناة. ويلا نبدأ وصفتنا. هنا محضرة القرع اللي أنا هستخدمه النهاردة، دلوقتي متوفر في كل مكان وأنا بشتريه متقطع بالشكل ده. هضيف عليه ربع كوباية من السكر العادي، ممكن نزود أو نقلل زي ما نحب. هحطه على النار، على نار هادية تماما، من غير مية من غير اي حاجة. هغطيه لحد ما يستوي، وبعد ما يستوي بسيبه يبرد واهرسه وانزل كل المية اللي فيه. 2 بيضة عليهم كوباية من السكر، واكيد هنضيف فانيليا. استخدموا نوع فانيليا كويس، ده بيفرق قوي في الكيك. وبعد كده هنضربهم كويس قوي بالمضرب الكهرباء. هضربهم لحد ما لونهم يبقى فاتح شوية زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده هضيف عليه القرع اللي انا جهزته، ممكن اضيف كوباية، ممكن اضيف من كوباية لكوباية وربع. وهنضربهم تاني كويس قوي. القرع ده متصفي طبعا ومهروس كويس. هنضربهم كويس قوي بمضرب الكهرباء تاني. وبعد كده نص كوبايه من الزيت، وكل المقادير بالظبط هكتبها لكم تحت الفيديو. بعد ما هضربهم هضيف بعد كده الدقيق. محضره كوبايتين من الدقيق، انا هستخدم النهارده كوبايتين. هضيف عليهم اكيد معلقه من البيكنج باودر او كيس كامل، الاكياس اللي هي كل واحد لوحده. واكيد ما ننساش رشه الملح. وبعد كده بحب اضيف ربع معلقه من توابل البامكن او توابل القرع، اللي هي عبارة عن قرفة، جنزبيل، وكمان قرنفل. هضربهم كويس قوي مع بعض، ودي اختيارية بس بتديها طعم حلو قوي. ربع كوباية من اللبن، ودي اخر اضافة ليا النهاردة. وبعد كده هضرب، دي اخر مرة برضو هضرب بالمضرب الكهرباء لحد ما نوصل القوام اللي انتوا شايفينه ده. هو ده القوام المظبوط للكيك النهاردة او للكب كيك النهاردة. انا بحب اضيف الشوكليت شيبس، طبعا ممكن متوفرة عندكم ضيفوها، او ممكن من غيرها برضو بتطلع حلوة قوي. ممكن كمان نجيب شوكولاتة، قالب شوكولاتة ونقطعه، بس نرش عليه رشة من الدقيق كده قبل ما نحطه على الكيك. كده خلاص، كده كل حاجة جاهزة. هنبدأ نحط الكيك بتاعتنا في القوالب. ودي صينية الكب كيك، حطيت فيها ورق بتاع الكب كيك اللي احنا بنلاقيه في كل مكان. هنبدأ نوزع الخليط بالشكل ده بمغرفة كبيرة شوية او معلقة عادي جدا. هنوزع كل الخليط وهننضف الصينية كويس قوي قبل ما ندخلها الفرن. واخر حاجة بحب اعملها برش او بوزع تشوكلت شيبس كده صغيرة على الوش. كده خلاص وصفتنا جاهزة تدخل الفرن. هدخلها الفرن على درجة حرارة 180 الرف وسط. هي مش هتاخد وقت كتير، هتاخد حوالي 25 دقيقة، ممكن اقل ممكن ازيد حسب الفرن بتاعنا. ولما بتخرج بنسيبها تبرد، ونقدر نحطها في التلاجة ونديها في اللانش بوكس للصبح للولاد او على الفطار. جربوها ومتأكدة هتحبوها ومتأكدة هتعجبكم. ولو عجبكم فيديو النهاردة ما تنسوش تعملوا له لايك وتشيروه لكل اصحابكم، ومستنية كل تطبيقاتكم.